جدو يا جدو يا جدو. دايما قالق منامي ومش عارف استمتع بوقت القيلولة. اتفضل يا بلبل اسأل سؤالك. هو ليه غلط اننا نعمل حاجات في ناس كتير تانية بتعملها؟ انت قصدك يعني ليه غلط ان احنا نعمل حاجات ولاد تانيين بيعملوها؟ ايه رأيكم يا صحابي؟ اصحابنا دلوقتي هيجاوبوا السؤال ده اللي هيسأله لهم فريدي، وهنرجع عشان نجاوب. اسأل يا فريدي. ليه غلط ان احنا نعمل حاجات ولاد تانيين بيعملوها؟ غلط ممكن تضرنا علشان انا ابن ربنا ومش لازم اعمل الحاجة الغلط. ورجعنا بعد ما سمعنا رأي أصحابنا. في الواقع في حاجات ما ينفعش نعملها عشان هي غلط، ومش معنى إن في حد تاني بيعملها تبقى صح. يعني مثلا لو كل أصحابك كانوا بيرموا طوب على شبابيك الجيران، هل ده في نظرك حاجة صح وينفع تعملها؟ طبعا لا. لو في أولاد بيشتموا أو بيحلفوا أو بيكذبوا، ده صح يعني وتعمل زيهم؟ طبعا لا. المهم انت تكون مع أصحاب كويسين علشان ما تحطش نفسك في الموقف ده، انك تكون بتعمل حاجة غلط علشان كلهم بيعملوها. فهمت يا بلبل؟ ايوه فهمت يا جدو. اهلا بيك.